مهم موجود معانا، فايه الموقف اللي حتقوله الفعاليه الحلوه دي؟ اسف على الاسم. اصلا طيب نبدأ بأول واحد وخلينا نطلع بطيخة مولعة. كنت رايح درس في امان الله، فانا بروح دروسي بعجله عشان مستخسر ان انا اركب ميكروباص صراحه يعني. انت كذاب ابو صلاح. انا ماشي بالعجله، حبيت بقى يعني يلا يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لبخه في الكلام. اتفشخر شويه، رحت شايل ايدي من العجله وماشي من غير ايدين. هو نوع من الشبحانه كده. ومقف يلا. فانا ماشي عمال بص اتروح يمين لا شمال، يمين لا شمال، يمين لا شمال، عند باب الدرس العيال كلهم واقفين. من لا مكان في طوبه اجت على الارض، خبطت فيها بالغلط، اتكعبلت على الارض بالعجله بيا على بعضيها كده، وكان شكلي كان شكلك طيب. صدق والله انت صعبت عليا، انا اتكسفت لك. والمشكله في ولاد وفي بنات وفي كبار وفي صغار، يعني انا خلاص اتمسخرت. حبيبي ما انست ونورت انست. اختار الحاج اللي حطيت توكيتو ده. وحاجة هم دي بتطلع ازاي اصلا؟ قبل كده كان في واحد صاحبي كان قاعد يتخانق، فراح حرفيا الواد فرش في الارض، وبعديها راحوا المشرفة الولد اللي كان بيخانق فيه قعد يعيط مع انه حرفيا ما جاش فيه ولا ضربه. الولد بعد ما خلصوا من بعد المشرفة الولد راح فرشه ضرب تاني. كابتن هو كله ضرب مفيش شتيمه ولا ايه؟ طب وانت عملت ايه؟ بص يوكا، انا مش محزني الا الولد المسكين اللي اتفضح حرفيا اتفضح. يعني ايه الموقف اللي يخصك في الموضوع؟ اقول لك على حاجه، قول. اتفضل. انا اللي ضربته. اديله بان طيب قوي اي حاجه، اديله اعدام. طلع تربوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا اخوان. وبنقطع معاكم الحلقه النهارده عشان نقدم لكم الفنان زيجرو بريشو. زيجرو قتل ميكو، اتقتل. زيجرو خطف ميكو. ده عارفني غير انا واهلي كمان. دام ليفل العظمة فوق. زيجرو بالله عليك لا تغني ميكو. ها؟ لا اسمع مني، هتكره الناس فيها. يلا كله ميوت. يلا يا جماعة ميوت، يلا عشان هبدأ. يلا بينا. بسم الله. You can call me Miku. Blue hair, blue tie, hiding in your Wi-Fi, open secrets. Anyone can find me, hear your music running through my mind. I'm thinking Miko, oh. I'm thinking Miko, oh. I'm thinking Miko, oh. مين ده؟ انا معرفوش. I'm on top of the world because of you. All I wanted to do is follow you. I will keep singing along to all of you. I will keep singing along. I'm thinking Miko, ده جاموسه مدبوحه. Miko, oh. I'm thinking Miko, oh. I'm thinking Miko, oh. Miko, what's it like to be you? 2020 looking in the rear view. Play طيب يا سيدي شكرا كفايه. me, break me, make me feel like Superman. You can do anything you want. I'm on top of the world because of you. All I wanted to do is follow you. I will keep singing along to all of you. I will keep singing along. بس كفايه. والله العظيم يا جدع، الجدع ده بيسمع حاجات غريبة. أغنية ميكو، لا عشان في ناس مفكرة إن أنا بغني أغنية ميكو عشان بحبها، لا أنا بغني أغنية ميكو عشان أكرهكم فيها. ده انت كافر. مرة دخلت المطبخ أعمل شاي، لقيت برطمان الشاي فاضي، عادي يعني. طبعا ديسكونكت. طبعا. بذمتك انت راضي عن نفسك؟ لا يا عم انا هقول لك الموقف المحرج اللي حصل. كنت يا في ريت. فرح، تمام، رحت عند يعني عتبة المسرح عادي يعني، كان في فرقة شغالة فاهم، فكان في فرقة بلاس 18 فاهم، فبعدي كده خبطت في بعد اذنك ينفع تطلع بطه مولعه؟ مرة في المدرسة كنت ماشي داخل الحمام، فانت عارف انا دخلت فين، يعني دخلت الحمام بتاع ولد. بعد ما دخلت طولت، عارف ليه؟ عشان كنت ماسك التليفون بقى وبتصفح فيه على الفيس ومش واخد بالي خالص. حمام المدرسه. انا هضرب نفسي. لا خلاص بضرب نفسي. انست ونورت. لا حول الله. طلع حاجه ازرق ده اللي هو بطاطس التاني ده.
انتوا بتتكبروا علينا يعني يا جدعان ولا ايه؟ مش فاهم انا. طلع حاج كايرو، يا رب يطلع. اللي مش هيطلع هياخد باله. اتفضل يا حاج كايرو. طب اسمع دي يا صاحبي، مرة كده أنا مروح كده من المدرسة، عارف كده رن جرس المروح كده، خلاص أنا رايح فرحان وكده. ده طبعا في ابتدائي، محدش فكر حاجة غلط. كنت متأخر شوية يعني عشان كنت بكتب حاجة في السبورة. أنا الوحيد حرفيا بالممر بجري الزاوية بالظبط، دخلت لقيت نفسي دخلت في بنت كده بالغلط، كانت مرة شكلها يعني راجع الفصل، كانت هتاخد حاجة، أما أنا خبطت فيها وقعت عليها بالغلط. الله أكبر. لا ده موقف من أنمي رومانسي ده، فاهمني؟ ده بقى المواقف اللي بسميها حب من أول وقعة. يا حبيبي والله ما بعرفها. المهم يعني تقول حاجة حاجة بطاطس ولا تاخد بن؟ قصدي تاخد بوسة. أنا بقول اللي هو ياخد بوسة. السكوت عن الرضا، السكوت عن الرضا. الله يسكت. يا ريت انا نفسي والله الله اكبر طلعت. ثانية اسكت سجدة شكر. قلبك عامر بالإيمان. مرة سافرنا لبريطانيا، كنا رايحين الفندق، فكنا في تاكسي، وصاحب التاكسي كان عامل وشم. انا واختي كنت قاعده اقول لها انه شوفي هو عامل وشم كده وانا مجرد، بس بالعربي يعني عشان هو انا كنت فاكره انه مش بيفهم عربي يعني عشان احنا في بريطانيا. بعدين هو قال لي انا فاهم كل حاجه وانتي مالكش دخل مني واعمل وشم. يا على الكسفة اللي انت فيها يا حازم. طيب انستي مرتي. انا بحاول استوعب الموضوع بس انا بحاول اصلا استوعب عيلتي بس ماشي. بالله عليك تفتح المايك يا شيخ، بالله عليك ما تحزنيش. بصي الفعاليه ديت عباره عن انك بتحكي مواقف محرجه حصلت معاكي او مواقف مضحكه، بس اهم حاجه تبقى في مدرسه يعني. انت بتفتح المايك عشان تكحي بس. طلع يا حاج مؤمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا اسطى بص بقى، انا حياتي في المدرسه يعني عباره كلها عن مواقف محرجه ومضحكه. انت بتتكلم جد؟ مره كنت في المدرسه قاعده عادي جدا، انا اللي قاعدين جنبي بنتين مجانين حرفيا، بس يعني صحابي يعني الحمد لله. واحده صاحبتي كانت قاعده على جنب اليمين في الحرف، فجت نايمه على الديسك والحصه موجوده، فالبنت اللي قاعده في وشها كانت طويله، مش باين ان صاحبتي نايمه. هي ميس العربي يعني، انا مش عايزه اخد ذنوب، بس يعني ميس كده عايزه تضرب وتقطع وتتحط في الفريزر وتتقلي في الزيت. صدقني ده سفاحين، مش دي مش ناس، دي سفاحين. الميس خلتني انا اطلع اقرا، فقرات. بعدين قامت قالت لي نادت البنت اللي قاعده جنبي صاحبتي، قالت لي قومي اقراي. فانا قمت يعني ضربت صاحبتي برجليا تحت الديسك عشان مش باين، فلقيتها قامت قايله بصوت عالي سيبيني انام بقى. ده ايه ده؟ الفصل كله سمعها. ده انتوا عالم بجحة، ما تسيبوا البنت تنام. عالم غريبة يا جدع، الواحد ما يعرفش ينام في المدرسة 5 ثواني على بعض، ايه ده؟ واخيرا طيب نوقف الفيديو لحد كده عشان انا بصراحه تعبت قوي. وما تنسوش سيرفرز جروه والقناه بتاعته تحت في الوصف، وببص عليها مش هتخسر حاجه. واشتركوا في القناه عشان نوصل ل 500 مشترك، عشان لو وصلنا 500 مشترك في اسرع وقت انا هعمل هاكل اندومي كله. ايه فاكرني هديك جيف اواي ولا ايه؟ ده عن